عيشتي معه مرة وحياتي سخام. وانت يا سميحة شلونك بعد وفاة جوزك المرحوم؟ خليها لله. تعبانة ومرمرة، والحياة هارستني هرس مثل الزيتونة بالمعصرة. ومع انه جوزي توفى، بس حتى بعد وفاته ساوى عيشتي مثل قفا الطنجرة. شكيتن لواحد أحد يلي لا يعلى على جلاله أحد. حتى أنت يا ربيعة؟ نعم يا حبيباتي نعم. حياتي مع جوزي عدم، حياتي معه فظيعة، ولو بتنباع بقشرة بصل ببيعة. لكن هذا السبب اللي خلانا نحن نتفشش بحالنا. أحسنتي يا إنعام، كل الحق على رجالنا. لك طبعا، لأنه لو كان جوزي منيح ما كان زاد علي همي، بس الله يصلحه عم يعاملني بالقبيح وما في شيء منه، دخانه بيعمي، ولهالسبب داقت اخلاقي، ويا من تراني منزوع مرائي، وعلى طول ما الطبوزي قدامي شبر، والهم بصدري عم يعصرني عصر. وأنا هيك يا جماعة، يعني مع إنه جوزي توفى والتحش بالمقبرة، بس ساواني بعد وفاته للناس مسخرة. وبصراحة ما عاد عندي لا مسامحة ولا غفران ولا مغفرة، وصرت خانق دبان وشي، والله يعيني اللي بيوقف بوشي. وكل الحق على المرحوم يلي لا بحياته تهنيت ولما ماتوا انسريت. صدق اللي قال يا مآمنة بالرجال يا مآمنة بالمي بالغربال، هنن بيفلتوا على كيفهم وبعد هالشي بدهم يانا نضرب بسيفهم. لك يضرب هالسيف شو متلم؟ يعني لو ضربتيه باللبان ما علم. جنس يا لطيف تلطف فينا، مهما سايرناهم ودللناهم ما في خواص، بدهم يغدروا فينا. لا او شو بقول لحالي، معلش يا بنت هذا جوزك ولازم تصبري على طبعه، يعني قد ما كان انت بالنتيجة طالعة من ضلعه. طالعة من ضلعه؟ ريته يطلع بلعه. لا، ويا ريت في خير بيطلع من رجال عبس، هذا هو عين المحال. كأنك عم تطل بدهن اللوز من شحم الجمال. ولك يخرب بيتهم وبيت بيتهم، فكرن إذا تجوزونا وسترونا ببيتهم ولحسونا زيتهم رح نستقوي عليهم نستوطي حيطهم. ليش العيب فينا ولا فيهم؟ والله يا جماعة والله وهي بكسر الهاء، أنا قبل ما يلعب جوزي أبو حامد بديله كنت قطة مغمضة، ويا من تراني عم بدعيله، ومثل ما بتعرفوا المرة كمان إلى رضا وغضب، مو بس خدامة بالبيت للمسح والفرشة وزق الحطب. طبعا يا ربيعة، هي والله دعوة المرأة المظلومة أبشع من تبلي الحكومة. لا وشو قال لما كنت في أنا من النوم الصبح في فرحانة ومنشطة، وأقعد قدام جوزي مغندرة ومنشطة، وبيني وبينكم أنا عندي اللزوم حركة ونغشة ومقطقطة. لك ليش لا؟ شو المانع؟ نفسيتي مرتاحة وجوزي إلي، أقعد قدامه على الطراحة وغني له يا هويدلك يا هويدلي. بس هلا بعد ما لعب بديله هالمغضوب كل شي صار بالمقلوب، وصارت عيشتي سخام وجسمي بلش يدوب، وما عاد لي نفس مد ايدي على غرض وعشعش بعظامي المرض. وبمجرد ما بدا يتزعرن ويتنورن انا بديت اتجاءر واتحيوان. بالعكس صرت قدامه جنيه بعد ما كنت هاديه ورزينه. ومعلومكم مو كل الجن بيطلعوا من القنينه. ونكايا فيه أهملت حالي ونكشت شعري وصرت مثل الجربوعة، يعني إذا شفتيني بتقولي هي طالعة من البلوعة. الحق بإيدي، لأنه ما بيلبق لهم الدلال والغندرة، وبتشط ريالتهم أول ما بيسمعوا كعب كندرة. والله كأنها عم تحكي علي ربيعة، لأنه ياما فكرت من غيظي من جوزي اشلفه بشقفة الزريعة، وبعد ما كنت شوفه بعيني جميل وحلو صرت أقول يخرب بيته ما أسألوه.